يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن ايه هو الخذلان. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلوني في البداية أقول لكم يعني ايه خذلان. الخذلان هو من أصعب المشاعر اللي ممكن تمر على قلب الإنسان، لأنه وجع غير متوقع من شخص غير متوقع. اللحظة اللي بتكتشف فيها الوش التاني بتبقى لحظة مرعبة، بتحس وقتها إنك في كابوس مش عارف تفوق منه. تخيل كده الحضن اللي كنت مطمن فيه قوي وفاكر إن هو الأمان كله يتحول لبيت رعب. بتدخل وقتها في حالة من الذهول والتوهان لفترة، وطبعا ده بيكون سببه إن الضربة جاتلك من أقرب حد ليك. صدمة كبيرة بتفقدك الثقة في كل حاجة، وهتحس إنك مخنوق ومش قادر حتى تتنفس. عندك كمية وجع كاتمها جواك وكمية دموع مش عارف تخرجها. هتبقى حتى خايف تظهر مشاعرك لأي حد، مع إنك نفسك تصرخ بأعلى صوت من كتر اللي انت حاسه جواك. شعور الخذلان هو محطة في العمر لو اتعرضت لها هتتمنى إنها تعدي بسرعة قبل ما تخلص عليك. الحياة كانت قبلها شيء وبعدها بقت شيء تاني. في شاعر اسمه جبران خليل جبران قال عن الخذلان: لقد ارتضيت لي الأذى وأنا الذي كنت أحسبك أرق على قلبي مني. بمعنى إنك رضيت إنك تأذيني وأنا اللي كنت فاكرك هتكون حنين علي أكتر مني. لما بتتعرض للفترة دي بتقعد تسأل نفسك هو إيه اللي حصل ده؟ وإزاي أصلا حصل كده؟ وليه أصلا يحصل لي؟ في اللحظة دي بتلاقي نفسك منعزل وحابب تبقى لوحدك. ممكن لما بتتواجد مع ناس بتضحك شوية، لكن في شرخ كبير جوه قلبك. مع الوقت هتفهم إن الوعود اللي اتقالت لك عادي إنها تطلع مزيفة. حتى الأفعال مش ماشية خالص مع الكلام الحلو اللي كنت بتسمعه. وفي النهاية خليك عارف إنك ما تبنيش سعادتك على العشم في الناس، ولا إنك تكون مستني حاجة من حد. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. أشوفكم على خير.